لا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تعتمد إلا على الله، وأن تفوض أمرك لله من قبل ومن بعد. كل أمرك اجعله بيد الله سبحانه وتعالى. ليس كلاما وإنما حقيقة تعيشها. لا تخاف من أحد من البشر مهما بلغت قيمته، ما بلغت مكانته، لا تخاف. لا تخاف إلا من الله، لأنك تعلم أن أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك فقط. أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك. إذن لماذا أخاف منه؟ أنا أخاف من الله، لا أخاف من العبد. وأعلم بأن أي أمر في الحياة يكون هو خير لي، سواء كان ظاهره خير أو ظاهره شر. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أصابته سراء شكر فكان خيرا له. مفوض أمرك لله، مستسلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك علي بن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم هذا المعنى فقال: والله إني لأصبح في كل صباح ولا أبالي أصبح على ما يسرني أو ما يسوءني. قال: إني لأصبح في كل صباح ولا أبالي أصبح على ما يسرني أو ما يسوءني. فقالوا له: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني لا أعلم الخير هو فيما يسرني أو فيما يسوءني. وأيضا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إني لأصبح في كل صباح ولدي مطيتان، مطية الصبر ومطية الشكر، فإن أعطيت شكرت وإن ابتليت صبرت. فوض أمرك لله، لأن كما قال أحد السلف قال: لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله. لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته، من عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات أن فيها من ضروب المصالح والمنافع ما لا يحيط بها عقله. من عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات أن فيها من المنافع ما لا يحيط بها عقله. بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر من مصالحه، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب. واعلم أن اختيار الرب لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. واعلم أن اختيار الرب لعبده خير من اختيار العبد نفسه.